بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتورة ثورة محمد أحمد، الزوجة السابقة للمجرم سهيل حسن الملقب بالنمر، اللي سفك دماء الأبرياء من الشعب السوري على كامل مساحة الوطن. هذا المجرم اللي كان مدعوم لأكبر الدرجات من النظام المخلوع، على رأسه المجرم بشار الأسد التي لم تلد البشرية مثله، فضل أن تباد سوريا، أن تهدم البيوت فوق رؤوس قاطنيها وإبادة الشعب، كل هذا مقابل أن يبقى على الكرسي وبمساعدة المجرم سهيل حسن الذي كان يلبي كل ما يطلب منه. تزوجت من هذا السفاح في عام 2008. كان وقته كله يعني برا البيت، نحن ما عشنا حياة طبيعية يعني سوا مثل أي زوجين. كان جدا صعب، لا تستطيع الحوار معه، لا تستطيع الكلام معه، دائما يتأفف ودائما أنه مسؤولياته كثيرة، مضغوط إلى آخره. ما عنده جنس الاحترام للمرأة ولا ثقافة المرأة ولا عقل المرأة إلى آخره. المهم هذا المجرم في بداية الثورة بال 2011 طلقني طلاق تعسفي، وهذا لأني كنت مع الثورة منذ أول يوم للثورة المباركة في 2011، ولأني كنت داعمة لموقف أخي الذي كان مدير مكتبه، والذي قرر الانشقاق عن هذا النظام المجرم لأنه لم يستطع تقبل مشاهد الدماء التي كان يراها. يعني هيك كان يوصل لي الفكرة أنه هو يعني إنسان، نحن كلنا بشر وكلنا سوريين، فما كان يتحمل أنه يشوف أنواع التعذيب اللي تصير قدام عينه، فلذلك قرر من الأيام الأولى للثورة الانفصال عن هذا النظام المجرم والتحق بالجيش الحر. وأنا للأمانة كان هو أخي الوحيد اللي أنا أشرح له، ضل أحكي فضفض، يعني أشكي له عن قديه سهيل مجرم، قديه هو حدا ما فيك تحكي معه، حدا ما فيك تشكي له، ما فيك تشرح له أي شيء. فقرر إني نحن إنه إذا أنت بتطلعي لعندي وبتطلعي برا سوريا وبتاخدي ابنك، على ما يبدو كان عم بيراقب خطي أو شيء، عرف. لما عرف كانت النتيجة إنه أخذ الباسبور تبعي، جواز السفر، أخذ لي ابني، بعد ضابط من عنده كان اسمه حافظ مخلوف. هذا الضابط قام بتهديدي الصراحة، يعني تحت السلاح، إنه بدك تطلقي غصبا عنك، شئتي أم أبيتي، أنت وأخوك إرهابيين.